بالفيديو شاهد لحظة وصول الملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن إلى الكوت ديفوار لمشاهدة وتشجيع المنتخب خلال مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية. يستعد المنتخب المغربي خلال هذه الأثناء لمواجهة نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 21 من يناير عند الساعة 2 زوالا بتوقيت المغرب، وستقام المباراة فوق أرضية ملعب لوريان بوكو بالكوت ديفوار ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أفريقيا. وينتظر المغاربة من المنتخب المغربي خلال هذه المباراة تحقيق الفوز الثاني له على التوالي خلال هذه النسخة ليضمن الصعود إلى دور ربع النهائي بعدما تمكن من تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى أمام منتخب تنزانيا. وتفاجأت وفرحت كل الجماهير المغربية المتواجدة في الكوت ديفوار قبل قليل لحظة وصول الملك محمد السادس ونجله الأمير المولى الحسن إلى دولة الكوت ديفوار، وذلك لتشجيع ومشاهدة مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية وباقي مباريات المنتخب المغربي خلال كأس أفريقيا. حيث وحسب ما قال العديد من الجماهير المغربية المتواجدة في الكوت ديفوار فإن طائرة ملكية خاصة نزلت عشية اليوم في مطار مدينة سان بيدرو الإيفوارية، وكان على متن الطائرة الملك محمد السادس وابنه المولى الحسن، حيث فور نزولهم من الطائرة تسابقت الجماهير لرؤيتهم واستقبالهم. وقالت بعض المصادر إن الملك محمد السادس رفقة ابنه وصلوا للكوت ديفوار لمشاهدة مباريات المنتخب المغربي وتشجيعه، وهذا ما أفرح كل المغاربة.